جالس في الظلام وبدا السكات ديال الليل كيولي ثقيل على ودنيه. فجأة سمع واحد الصوت خفيف في الزنقة، حبس الانفاس ديالو وبدا كيتصنت. الصوت قرب حتى وقف تحت الشرجم ديال البيت ونيشان. فاش عادل حاول ينوض باش يطل من الشرجم شم واحد الريحة ديال التراب اللي بدات كتدخل من تحت الباب ديال البيت ديالو، ريحة مجهدة لدرجة خنقاتو. فجأة سمع واحد الصوت ديال السلاسل كيتجرجروا، ولكن هاد المرة ماشي في الزنقة. الصوت كان جاي من وسط الصالون ديال الدار. عادل جمد في بلاصتو وبدا كيشوف المقبض ديال الباب كيهبط بشويه. الباب مسدود بالساروت، ولكن القوه اللي كانت كتدفع من الجهه الاخرى كانت خياليه. في ديك اللحظه سمع واحد الصوت ديال الهمس، صوت انثوي مبحوح ولكن فيه نبره حيوانيه. نطق بسميتو: عادل جيتي بلا عراضه ودابا خاصك تخلص الثمن. فاش عادل شعل الضوء باللي ديالو كترعد، لقى واحد الرساله مكتوبه بالتراب فوق الفراش ديالو، وفوق منها واحد الحدوه يعني صفايح ديال البغله قديمه ومصديه ولاصقه فيها واحد الخصله ديال الشعر. في الصباح لقاو الجيران الباب ديال الدار محلول والدار خاويه تماما، ما لقاو حتى اثر العادي من غير الكاميرا ديالو اللي كانت محطوطه فوق الطابله. فاش شعلوا الفيديو الاخير لقاو غير واحد السواد، ولكن الصوت اللي فيه كان كيقشعر ليه الابدان، صوت ديال السلاسل كتجر وصوت عادل كيطلب السماحه. وقبل ما يقطع الفيديو كيبان واحد الظل ضخم كينقض على الكاميرا. عادل غبر، ولكن القصه ديالو ولات هي الحكايه الجديده اللي غادي يهضروا عليها الناس. هذه كانت النهايه اللي وصلتنا على قصه ديال عادل ومع بغض القبور. بزاف كيقولوا بلي عادل مشى لعالم اخر، وبزاف كيقولوا بلي القصه كلها رساله لينا باش نحترموا حرمه المقابر. نتوما شنو بان لكم؟ واش كتعرفوا شي حد عاود لكم اللي تلاقى معها بصح، ولا كاع هادشي غير خيال؟ خليو لي آراءكم في التعليقات، وما تنساوش شاركونا حكاياتكم. الا طرات لكم شي حاجه غريبه موعدنا في الحكايه الجايه.